كلمتين بس للناس بتوع فراخ ب12 ونص ومجمدة برازيلي. الهلس ده كله الهلس ابن المتناكة اللي ما بيأكلش عيش، اللي انتوا عايشين نايمين صاحيين شغالين على ان انتوا بيجيلكوا ورقة بتعملوها وتكلموا الشعب بيها، وكل كلامكم واحد يا ولاد المتناكة يا ولاد الوسخة. هل يجوز ان انا اروح اشتغل في شركة كل الناس فيها وصاحبها مع بياخدوا احلى فلوس، 70 80 100 الف، ده مثال يعني، وانا لما اروح لصاحب الشركة يقول لي انا هديك 4000 جنيه وانا وافق بيهم زي الهطل، واقول له تمام، على ان 4000 جنيه ده اللي ساير في البلد، مفيش اكتر من كده. طيب يا عم قول 6000 جنيه. لما اجي اسأل حد في الشركة دي بالنسبة لي هي مصر، عشان بس اوضح للناس، والموظفين اللي فيها مثلا واحد زي ابن الشرموطة عمرو اديب ولميس ومش عارف قرموطي ومش عارف مين اسماء بنت شرموطة احمد موسى وناس اصلا الواحد نسيهم وما كانش حابب يذكرهم يعني. والقائمة تعم في اسماء اكتر يعني. لما الناس زي دي تطلب منكم تستحملوا بتاع، الناس دي قاعدة قدام التلفزيون كده، اقل واحد فيهم اقل واحد فيهم لو كلب من اللي هم الكلاب اللي بتشوفوهم ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا ولا يعرفوا حتى يتكلموا، وبيقدموا برامج وبيتكلموا ويفتوا، بياخد 50 100 ألف جنيه ويجي يقول لك استحمل. طب انت يا ابن المرة المتنكة ما بتعرفش تتكلم؟ ما في ناس قدرات وفي ناس مؤهلات اكتر منك ومن اللي خلفوك يا ابن العرس، ويقدروا يطلعوا يتكلموا بصدق، بس انت شغال كلب نظام. وكلمة كلب نظام دي معروفة يعني ايه لكل الناس. اعتزل يا اخي، عملت شوية قرشينات اعتزل. مش عارف تعتزل قول لنا كده، ادينا اي رسالة يا جماعة. اصل كده كده في ثورة، وكده كده السيسي ده هيروح، واللي هيفضل يدعمه واللي هيفضل يتنطط وراه هيروح، لان البلد دي لازم وضعها ده يكون له اخر. لازم الوضع يكون له اخر، الوضع اللي احنا فيه. ولو كانت دامت لغير السيسي ما كانتش وصلت له، ما دامتش لأعتى الناس. هو يمكن ما يعرفش تاريخهم ولا قرا عنه، وما يعرفش سلطتهم ان هي كانت اعلى منه بكتير، وما داموش وهيموتوا وهيتقتلوا او والدنيا هتخرب ومصر بتقع. بس الاسد يمرض ولا يموت. الشعب المصري متكاتف وبيحب بعضه، واطيب شعوب العالم بشهادة الاجانب اللي هم الاغراب يعني. ومش هذكر جنسيات، كل الناس بتحب مصر، والمصريين بيقولوا احنا بنحب مصر عشان خاطر المصريين. وشوفوا بيتكلموا ازاي على المصريين كشعب. لكن صدقوني، طول ما انتوا مش متحدين وبتفكروا في رجلين الفراخ وفي الوراك والبانيه والكلام دوت، وبتفكروا في الاكل والشرب يعني، هتفضلوا تهبطوا لغاية اسفل الدول، وهتبقوا انتوا يعني، مش عايز اقول فنزويلا، فنزويلا يمكن احسن، هتبقى احسن مننا كمان، لان فنزويلا فترة وهتعدي. لبنان شعبها بيشتم في الحكومة وبيتكلم عادي. انتوا
شايفين اللي احنا ماشيين ده اللي احنا رايحين له صح، نسكت ومحدش يتكلم. لكن احنا رايحين في سكة الظلمات والشحاتة لدرجة دلوقتي دول الخليج بقت بتعايرنا. ما هو صحيح محدش هيديلك فلوس منحة لو السعودية ولا أي بلد ولا أي دولة اديتك منحة، المنحة دي بناء على استثمارات وعلى شغل وعلى مصانع وعلى مدارس و انت ما عندكش خطة للكلام ده، انت عايز فلوس بس. فاتداينا وبلدنا بتتباع بالحتة، وعمال تهجر الناس في سينا وفي الوراق وهنا وهنا وفي بلاد كتيرة لدرجة اني ما بقتش عارفهم كلهم. طب وبعدين؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الناس خلاص يعني بقيت اشوف فيديوهات ناس بتاكل فتات او بواقي الاكل بتاع المطاعم، وبياكلوا عفشة. العفشة دي يا ريس ولا اي حد يعني هيسمع الفيديو، اللي هي عظم الفراخ عليه شوية جلد ولحم خفيف خالص، تمام، دي العفشة. ورجول وروس تتعمل شوربة، وبقينا نشوف حاجات. ولو مش مصدق الكلام ده، انزل في أبسط مكان في الطلبية في الكنيسة السوق وشوف. طب والامتى؟ شعب مصر مش كده، احنا عندنا كرامة. كالسم الأكل. في ناس ماتت في 25 يناير وفي رابعة وفي النهضة وناس مسجونة دلوقتي وعمرها ضاع ومستقبلها ضاع، وناس ماتت في السجن من القهر ومن المرض. واحنا دلوقتي بنشتكي من الجوع. يعني احنا لما نجوع هنعمل ثورة؟ لا، كسمكم، كسم الناس اللي بتفكر كده. خلاص بقى، وصلنا للمرحلة النهائية. بقى جوع وناس وانتم معرصين اساسا وساكتين، سايبين الناس راحت. مش عايز اذكر اقول لك مرسي بقى والرئيس مرسي كان اهون وكان احسن، مش عايز اقول لك كده. لا يا عم، ده انا عامل ثورة انا صرت على مبارك وبترحم عليه دلوقتي. انتوا في ايه يا جدعان؟ وهبعت لكم فيديو تاني، بس لو سمعتوا الفيديو ده